السلام عليكم. في هذا الفيديو أفضل 10 ألعاب ستيم للأجهزة الضعيفة ومجانية يا عزيزي المتابع. And let's get started boy. معنا في المركز الأول لعبة 1vs1 لول. أسطورية. شوف من الاسم بعد 1v1 معناها تلعب أنت ضد شخص وفيها تاني يطور الدو. هذه اللعبة باختصار باتل رويال. في نفس الوقت الحاجة اللي مميزة هذه اللعبة هي أنه فيها نظام وكأنك تلعب في فورتنايت. عندك جهاز حطبة بنتيوم، حط 1v1 ولعب وكأنك قاعد تلعب فورتنايت في معالج حطبة خشب، مش حتى معالج عادي. هي كاينة أصلا موجودة أصلا في جوجل، في متصفح جوجل، لكن في ستيم تلعبها يعني بأريحية أكبر ورائعة. فيها مميزات وخصائص رائعة، أسلحتها رائعة، نظام اللعب والبناء رائع وأسطوري. عجبني فيها الإيديت، نتمنى تجربوها بتفهموا كلامي جيدا. كومبات ماستر. اللعبة أسطورية. شوف عندك سي اس جو، قول هيك كنت راح تجرب مثلا سي اس جو، لقيت سي اس جو جاتك ثقيلة هكا، جهازك أضعف من أن يشغل سي اس جو، تلعب كومبات ماستر. فيها أطوار أسطورية. هي اللعبة دي مش معروفة كثيرا، مش معروفة، ولكن أسطورية والله أسطورية. فيها أنظمة لعب، فيها طور لاعب يعجبني. الطور هذا يسميه سباق الأسلحة. سلاح الطور هذا شغل يعطيك سلاح تقتل يتبدل سلاح، تقتل يتبدل سلاح اللي يوصل 30 كل الأول هو الرابح. شغل سباق رائع. أنصحكم تجربوها اللعبة دي وتشتغل جميع أشخاص. حطها في اللو سيتينج تشتغل 100%. براول هال. أبكم قبل أن أسجل هذا الفيديو كنت قاعد ألعبها. لعبة أسطورية بمعنى كلمة، ولكن اللعب بنظام 2D. هذه أول. ثاني شيء اللعبة تشتغل على جميع الأجهزة، لا تزعج نفسك. وهذه اللعبة لازمها مهارة عالية، لازمها كما نقولوا احنا تعريق، لازم تكون معرك في اللعبة. يعني إذا بديتها مثلا أول مرة راح تلاحظ أنك ماك فاهم والو في جدها، ولكن مع الوقت راح توالف وراح تجيك أسطورية، والله أسطورية. Stumble Guys أو بلغة أو بطريقة أخرى فول جايز للأجهزة الضعيفة. شوفوا لعبة أسطورية، كاينة في الأجهزة الهواتف، كاينة في أجهزة الهواتف، لكن ممكن انت تكون حاب مثلا تلعبها في البي سي. ننصحك تنصطاليها في ستيم. علاه؟ لأنك لما تحملها في ستيم راح تلعبها بطريقة مريحة، واعداداتها في اللو راح تمشي لك خفيفة جدا وراح تستمتع فيها. اطوار وحدثوها صارت رائعة صح، اتمنى تجربوها. زومبي بلوكس. شوف في هذه اللعبة ادمج بين روبلوكس وبين الطور الزومبي وبين الباتل رويال، تحصل لعبة زومبي بلوكس. لعبة اهم حاجة انها تشتغل باف بي اس عالي. انت ما يهمك الباقي، المهم انك تجرب لعبة وتشتغل لك باف بي اس عالي، يعني راح تلعبها في اريحية. فكرة اللعبة جميلة يعني رائعة، لعبتها وقت كثير مع اصحابي واستمتعنا بها. انصحكم تجربوها مع اصحابكم مثلا، اسطورية جربها. The Rifleman. هل أنت من محبين لعبة Call of Duty؟ هل تحب تطور 30 لاعب ضد 30 لاعب وتتخلط الأجواء وحروب وقتالات؟ هذه اللعبة من هذا الطور. أهم شيء مثل ما قلنا أنها تشتغل بالأجهزة الضعيفة. لعبة أسطورية، العوالم فيها أسطورية، طور الأسلحة أسطوري، لما تقتل واحد أسطوري راح تستمتع فيها. ننصحك تجربها من الآن بعد، روح حمل ستيم وجربها الآن بعد، أسطورية. SCP Fountain Beach Multiplayer. That's the perfect game. هذه أفضل لعبة ننصحك تلعبها مع أصحاب. لعبة رائعة. علاه رائعة؟ استمتع فيها أول شيء، ثاني شيء تضحك فيها، تضحك صح، تضحك على أصحابك صح.
ثالث شيء فيها نظام الرعب، نحب نلعب العاب الرعب مع اصحابي، تكون عندها حلاوة هكا، حلاوة اسطورية لما تلعبها مع اصحابك، راح تكون مضحكة، راح تشبع ضحك، مثلا يجري وراك كم وحش وانت تضحك على اصحابك وهو يجري وراه. واللي ما يعرف الاس سي بي يدخل جوجل ويتعمق اكثر، هذه منظمة فيها وحوش ومدري ايش، امور كثيرة، اتمنى تجربوها، اسطورية، جربتها مع اصحابي شبعنا ضحك. مودرن كومبات، شوفوا اللعبة هذه كاينة في الهواتف، هذه اول شيء. ثاني شيء فيها نظام ملتي بلاير ولكن مش معروف كثير. الشيء اللي عجبني في هذه اللعبة هو نظام اللعب، فيرست بيرسون شوتر، تتحرك وكأنك في الحقيقة، لما يرفع سلاح اطلاق النار فيها اسطوري، وكأنك واقعي. وهذو الالعاب اللي احب العبها، بما ان تحس انك واقعي، صح، تحس انك قاعد تلعب في الواقع. والجرافيك رائع، يعني بالنسبة للأجهزة الضعيفة فهو رائع، انصحكم تجربوها، اسطورية. Farlight 84 That's the perfect game I have been played. هذه اللعبة لعبة باتل رويال. راح تقول لي العاب باتل رويال لعبنا كرهنا، لا، لعبة الباتل رويال هذه فيها اختلاف، وانا احب الاختلافات، انا نحب حاجة اسمها اختلافات. اول اختلاف انه لما تبدا اللعبة يكون عندك شخصيات، عندها القدرة هذه، عندك حقيبة في ظهرك، الحقيبة هذه نفاثة، مثلا تقدر تقفز مرتين ورا بعض. مثلا انا الخاصية اللي عجبتني في الحقيبة هذه، الخاصية الاسطورية، انه مثلا انت تكون قاعد تجري، حاب تصعد فوق البناية، لا تدخل البناية وتبقى تطلع في الدرج، لا، تقفز مرتين وبعدين يمسك في الحائط ويطلع يجري، والحقيبة النفاثة تدفعه وكأنه قاعد يتسلق في الحائط على رجليه. هذه خاصية أسطورية توفر عليك وقت، وفيها قدرات إضافية، مثلا الطيران، مثلا تطيح بلاصة عالية وإلى آخره. وفيها كذلك نظام النزول رائع، تنزل مثلا كل شخص في سفينة، كل شخص في صاروخه، مثلا 100 صاروخ في السماء، وكل صاروخ ينزل في مكان تترسبن فيه، رائع. أسلحة فيها متغيرة، نظام الشوتينج متغير، يعني راح تستمتع، من الأخير راح تستمتع. Team Fortress 2. هذه اللعبة من ألعاب الشوتينج الفكاهية، نظامها نظام، هناك كاين 7 شخصيات، تخيل شخصية انت من 7 شخصيات هذو، تلعب بالشخصية هذه وتحاول انك تقتل كلات كثر باه تربح، قادر تولي انت مثلا تلعب ديث ماتش، فيها اطوار زي سي اس جو، بعد ديث ماتش، تيم ديث ماتش الى اخره. مثلا تلعب تيمات كيما سي اس جو، تلعب بالتيم تاعك، لازم الكلات تاع التيم تاعك يكونوا اكثر من الكلات تاع التيم، مثلا تلعبوا كل واحد وحده، لازم تكون الكلات ويا رايحه الالعاب تكونوا تعرفون كما نقول. الحاجه اللي عجبتني في اللعبه دي هي انها فيها مثلا كما قلت لكم 7 شخصيات، كل شخصيه عندها سلاح، عندها خاصيه تاعها، وهذه هي الحاجه اللي حلات اللعبه، وجايه فكاهيه، حلاوه اللعبه دي في الفكاهه تاعها. ارسل لي الفيديو هذا لاصحابك يجربوا هذو الالعاب، جربوهم، خليهم يستمتعوا ما تاني في ستيم، وتستمتعوا حتى مع بعضكم، كما لعبه الاس سي بي هذه راح تستمتعوا بها، صح. مع تحمل ستيم في جهازك، مع تحملوا بعد من جوجل وتركب وتحط فيه الاكونت في جهازك، لازم هذو العشر العاب تجربهم دايركتلي، لازم تحملهم، لازم تكون محملهم. كانت هذه 10 العاب ستيم اند بيكس، مع السلامه.